هذا هو سونيك، قنفذ صغير ولطيف ويمتلك قوة خارقة، ويعيش في جزيرة مسالمة في كوكب آخر. وهذه هي لونج كلو، قوة لطيفة وهي التي اعتنت بسونيك منذ صغره. وبينما كان سونيك يلعب في الجزيرة لاحظت عصابة قوته، فاضطرت لونج كلو نقل سونيك إلى كوكب آخر، وكانت وصيتها الوحيدة لسونيك ألا يراه أحد. وبعد مرور 10 سنوات من انتقال سونيك يظهر في كوكب الأرض، وكان يعيش وحيدا، ولكنه في الواقع يمتلك عائلة، لكن هذه العائلة في مخيلته فقط. وتتكون عائلته من سيد الكاك وسيدة البسكويت وكارل المجنون. نلاحظ منذ بداية الفيلم أن سونيك يعيش وحيدا ولا تعجبه الوحدة أبدا، حيث كان يرى الناس يستمتعون ويصيبه حزن شديد. وفي يوم رأى سونيك أطفالا يلعبون كرة المضرب، وكان مندهشا جدا ويريد أن يلعب معهم، لكنه لا يستطيع بسبب وصية لونج كلو له. لكنه عاد في الليل ليلعب كرة المضرب بمفرده، واستوعب مجددا أنه وحيد. غضب سونيك غضبا شديدا ودار حول الملعب بسرعة كبيرة جدا، تسببت بإنتاج ضربة كهرومغناطيسية أطفأت المدينة بأكملها. هنا لاحظت الحكومة وجود شيء مريب حول انقطاع الكهرباء، وكذلك وفي نفس الوقت لاحظ سيد الكاك وجود شوكة خاصة بسونيك. لذلك استعانت الحكومة بدكتور روبوتينك كي يكتشف حقيقة انقطاع الكهرباء. يبدأ الدكتور بإجراء أبحاثه ويكتشف آثار أقدام سونيك، وتبدأ الشرطة باستكشاف المنطقة التي وجدوا عليها آثار الأقدام، ووصلوا أخيرا إلى الكهف الذي يعيش به سونيك. وهنا سونيك يقرر الهرب إلى بيت سيد الكعك المدعو توم. وبينما سيد الكعك يتصل بعائلته يتفاجأ بوجود مخلوق غريب في بيته. مياو. نعم، إنه سونيك. وهنا كان اللقاء الأول بين سونيك وتوم الملقب بسيد الكعك. يخرج سونيك خاتم الانتقال بين الكواكب، وفي نفس اللحظة يخرج السيد توم مسدس تخدير ويقوم بتخدير سونيك. وبينما يرمي سونيك خاتم الانتقال يقرأ الكلمة التي موجودة على تيشيرت السيد توم، وهي سان فرانسيسكو. فتفتح بوابة إلى سان فرانسيسكو، وتسقط سرة الخواتم الخاصة بسونيك إلى هذه البوابة، ويغمى على سونيك. يستيقظ سونيك ويجد نفسه في قفص أدخله إليه سيد الكعك، ووقتها يخرج من القفص ويجد سيد الكعك أمامه ويتحدث إليه. وهنا اندهش سيد الكعك بقدرة سونيك على الكلام. وهنا يخبر سونيك سيد الكعك أن الشرطة تقوم بملاحقته ويطلب منه حمايته، فيرفض السيد توم ويسأل سونيك لماذا تناديني بسيد الكعك؟ فأجاب سونيك لأنك دائما تكلم الكعك. في نفس اللحظة يصل الدكتور روبوتينك إلى بيت سيد الكعك، وهنا يقرر سيد الكعك إنقاذ سونيك والمخاطرة بحياته، ويقوم بإخباء سونيك في سقف المنزل ويخرج لمقابلة الدكتور روبوتينك. يخرج سيد الكعك لمقابلة الدكتور ويدور بينهم الحديث، وفي نفس الأثناء يرسل الدكتور روبوتاته للاستطلاع على سونيك داخل المنزل. يهرب سونيك ويحدث ضجة، ويكتشف الدكتور وجوده في البيت، ولكن سيد توم يحمي سونيك ويلكم الدكتور ويهرب به بعيدا. يهرب سونيك وسيد توم بالسيارة، وهنا يتعرفان على بعضهما أكثر، وكل واحد يتعرف على اسم الآخر. فجاه يقول سيد توم لسونيك أن يبتعد عنه وأن يهرب ويتركه وشأنه، لكن سونيك يرفض ويطلب منه أن يوصله إلى سان فرانسيسكو لأنه لا يعرف، فيوافق السيد توم. بينما هم في الطريق ينزل السيد توم لكابينة اتصال ليتصل بصديقه ويستعلم منه عن ماذا يحدث، ويطلب من سونيك ألا ينزل من السيارة، لكن سونيك لم يتحمل المنظر ونزل من السيارة متنكرا لكي يمرح. يعود السيد توم للسيارة بعدما أجرى مكالمة مع صديقه، وعلم أن الدكتور كان بجانب صديقه، ليتفاجأ بنزول سونيك من السيارة، فذهب مسرعا للبحث عنه. هنا يجد السيد توم سونيك وكان غاضبا، لكن سونيك يقنعه بأن يشربوا شيئا. وبينما هم يشربون تأتي عصابة لتتشاجر معهم، فيبدأ سونيك بالضرب، وتبدأ بعده معركة في كل المحل، فيقضي عليهم سونيك كاملا في ثواني.
بعدها يذهب سونيك وسيد توم ليناموا في فندق قريب، ليتفاجأ السيد توم بوجود صورته على نشرات الأخبار وأنه مطلوب أمنيا بسبب مساعدة مخلوق فضائي. يواصل الدكتور روبوتينك البحث عن سونيك، وأخيرا يجده بينما كان سونيك وسيد الكعك على سيارة، وبدون أي سابق إنذار تهجم عليهم سيارة الدكتور روبوتينك. لكن سونيك يقرر الهجوم على السيارة بعدما عادت له حالة الكهرباء. يستطيع سونيك أن يدمر السيارة لكنه يفقد الوعي، فيعود سيد توم لكي يستعيده. وهنا كانت المفاجأة أن سيارة الدكتور لم تدمر بعد. يعود سونيك مجددا لتدمير الروبوت، لكن الروبوت يعود مجددا ومجددا إلى أن أصبح صغيرا جدا. وبعد عدة محاولات يتخلص سيد الكعك وسونيك من الروبوت، لكن يتبقى قطعة صغيرة جدا متفجرة من الروبوت، وفجأة تنفجر القطعة بسونيك ويتضرر منها جدا لكي يحمي سيد الكعك في مشهد حزين جدا. فيقرر سيد الكعك إنقاذ سونيك ويصطحبه إلى زوجته لأنها طبيبة بيطرية. تتعرف زوجة السيد توم على سونيك، وفجأة يصحى سونيك، فيقرر السيد توم وزوجته أن يعيدوا سونيك إلى كوكبه وأن يصطحبوه إلى سان فرانسيسكو. يصل الزوجان وسونيك إلى سان فرانسيسكو، وتحديدا عند العمارة التي سقطت عليها خواتم سونيك، لكن لا يستطيع سونيك الصعود على المبنى. فيقرر الزوجان أن يستخدما حيلة لإيصال سونيك إلى أعلى المبنى. يصل الجميع إلى أعلى المبنى ويستعيد سونيك الخواتم الخاصة به، ويقرر العودة إلى كوكب بعد وداع ضوئي. ولكن فجأة يظهر الدكتور لكي يمنع سونيك من الرحيل. ينقذ سونيك الزوجان ويعيدهما للقرية باستخدام الخواتم، وتبدأ المضاربة الكبيرة بين سونيك والدكتور روبوتينك. وبعد مضاربة طويلة يعود سونيك للقرية وهو مصاب بشدة، ويشاهد الزوجان سونيك فيقرران الدفاع عنه، لكن لا يستطيعان فعل ذلك بسبب قوة الدكتور روبوتينك. وبعد فقدان الأمل في نهوض سونيك ينهض فجأة من جديد ويفاجئ الجميع. وبعد معركة طويلة يقضي سونيك أخيرا على الدكتور ويرسله إلى كوكب الفطر الخاص به. تعود الحياة إلى القرية ويعود كل شيء كما كان. وبينما الزوجان يصبغان منزلهما يسمعا طرق الباب، فإذا به مندوب من الدولة يشكرهما على إخفاء الدكتور. يدخل الزوجان المنزل من جديد وهما مستغربين، فيظهر سونيك والواضح أنه بدأ بالعيش معهم. فيفاجئه الزوجان ببناء غرفة كاملة له في السطح، وهنا يظهر المجنون وهو ما زال يكافح للخروج من كوكب الفطر. وبهذا ينتهي الموسم الأول من فيلم سونيك. وداعا إلى اللقاء في موعد جديد يطيب فيه اللقاء وتحلو المواعيد. سأودعكم وفكري عندكم، سأودعكم وقلبي معكم. اذكروني اذكروني